عمرك تخيلت إن كلمة واحدة ممكن تغير قوانين الكون كله؟ كلمة واحدة تقلب النار المحرقة لبرد وسلام. بناء على طلبكم تعالوا نحكي النهاردة عن تفاصيل معجزة من أكبر معجزات التاريخ، معجزة سيدنا إبراهيم في النار. القصة اللي بتعلمنا إنك لو في ضيق أو في خلاف وقلت الجملة دي بيقين هتكون هي مفتاح لكل الأبواب المقفولة في وشك. الحكاية بدأت في أرض بابل في العراق. كان في شاب لوحده واقف بيواجه بلد بحالها. البلد دي كانت بتعبد أصنام من حجارة، لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتنفع. والصدمة الكبرى إن أبوه آزار نفسه كان هو اللي بيصنع الأصنام بإيده. سيدنا إبراهيم فكر بعقله وكان لازم يفوقهم من الوهم ده. وفي يوم دخل وكسر كل أصنامهم وساب الفاس على رقبة أكبر صنم فيه علشان يثبت لهم جهلهم ويبين إنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرر. لكنهم بدل ما يفوقوا عنده واتملوا بالغل وقرروا ينتقموا منه بأبشع طريقة ممكنة، وهي الحرق حيا. تخيلوا، جمعوا حطب كتير جدا لأسابيع وولعوا نار ضخمة ومرعبة لدرجة إن الطيور في السماء كانت بتموت وتقع من شدة الحرارة. ومن كتر ما النار كانت جهنمية ما كانش حد قادر يقرب منها علشان يرموا سيدنا إبراهيم فيها. ففكروا وعملوا منجنيق وقيدوا سيدنا إبراهيم بالحبال علشان يقذفوه من بعيد في قلب النار. وهو في الهواء وفي اللحظات الأخيرة قبل ما يلمس النار قال الكلمة اللي هزت ملكوت السماء والأرض، الكلمة اللي فيها سر اليقين كله: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي نفس اللحظة صدر الأمر الإلهي العظيم للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وسبحان الله، النار اللي من طبيعتها بتحرق كل حاجة بأمر خالقها وصاحبها اتحولت لبرد وأمان. والروايات كمان بتقول إن الحبال بس هي اللي اتحرقت، وسيدنا إبراهيم قعد جواها فترة وهو مستمتع وخرج منها سليم تماما من غير ما شعرة واحدة منه تتأذي. بعد المعجزة المرعبة دي الملك الطاغية النمرود هو وقومه فضلوا برضو على كفرهم وعنادهم. وهنا ربنا أمر سيدنا إبراهيم بالهجرة، فخرج ومعاه زوجته السيدة سارة وابن أخوه سيدنا لوط، وسابوا البلد وكل حاجة ومشيوا وخرجوا علشان ينشروا التوحيد في كل بلاد الشام. وكده البوكش لخص وخلص، ودلوقتي يجي دورك والكورة في ملعبك. ما تنساش لما الدنيا كلها تقفل في وشك وتلاقي المشاكل محوطاك من كل ناحية زي النار، خليك زي سيدنا إبراهيم الخليل وقول بقلب صادق وبكل يقين: حسبنا الله ونعم الوكيل. وشوف ربنا هيحول لك نار مشاكلك لبرد وسلام ازاي. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات عايزين نحكي عن مين في الفيديو اللي جاي. سلام.